من هذه المواقف كنت بعطي درس في أمريكا عن السيرة النبوية، دروس تربوية ودعوية. والحقيقة عندما أتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بأشعر فعلا أن كل حلقة بتزيد يعني قلبي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأملا أن يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى مع الإخوة الحضور. فالدرس كان كل أسبوع، فعرفت الناس اللي بتحضر، فلاحظت في مرة من المرات ان في واحد يأتي لأول مرة، يعني عيني بتروح وبتيجي كده، قال ايه قاعد يعني قاعد منتبه جدا. فجاءتني حالة عطش وانا ألقي الدرس، لكني استحييت ان أسأل احدا ان يأتي لي بكوب من الماء. سبحان الله، لقيته ان الحب ده بيبقى حاجة الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكمها. سبحان الله. لقيت هذا الشاب الجديد قايم وحده وأتى لي بكوب من الماء. سبحان الله. أنت لا أعرف اسمه ولا هو يعرف. لا إله إلا الله. فلما وضع أمامي كوب الماء شربته، ثم دعوت الله كأدب نبوي علمنا لما حد يسقيك يقدم لك شيء إنك أنت تدعي له. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. فدعوت الله: اللهم إني أسألك أن تسقيه من الرحيق المختوم. الله أكبر، ما شاء الله. وكملت درس. بعد ما خلصت الدرس بعد صلاة العشاء جاءني هذا الشاب وقال لي: أرجوك أنا أريد أن أجلس معك الآن. قلت له: أنا يعني الحقيقة أشكرك جدا على كوباية الماء اللي اديتها لي، وأنا كنت فعلا عطشان ودعوت الله تبارك وتعالى لك، لكن يعني خذ موعد، لأن عندي الآن موعد آخر مهم جدا لابد أن أدركه. قال لي: ده أنا عايز أقعد معاك نص ساعة ضروري جدا والآن. سبحان الله. قلت له: أخي ما أستطيع لأن عندي موعد يعني ضروري، وأنا ما أحب أتخلف عن موعد. قال لي: طب تلت ساعة. قلت له: ما أقدرش. قال لي: طب 10 دقايق. الحاحه الحقيقة خلاني يعني احرجت، من أنا الذي يأتي الناس ويعني. فقلت له: دعني الأول أتصل، أقول إن أنا هتأخر ربع ساعة لأنك هتتكلم 10 دقايق، أنا هاخد 5 دقايق عشان أجاوبك على الموضوع اللي أنت هتسألني عنه. فإذا بالشاب يقول: أنا دعيت لهذه الحلقة مرارا وكنت أرفض، اليوم لقيتني لوحدي جاي محدش دعاني. سبحان الله. فأنا أول مرة أدخل مسجد وأول مرة أحضر حلقة، لكن أنا لما جلست وسمعت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شعرت أنني فعلا بعيد عن الله، ولازم أرجع إلى الله اللي بيحبني. إزاي هو يحبني وأنا لا أتوب إليه ولا أعود إليه؟ أنا جيت على أمريكا وأنا أنوي أن جميع الذنوب جميع الشهوات اللي أنا محروم منها في بلادنا أن أنا أعملها هنا، ولا تتخيل معصية إلا أنا عملتها. سبحان الله. وأنا كنت عايز منك وقت عشان أحكي لك على كل المعاصي وإزاي أعود إلى الله وأتوب إلى الله منه. قلت له: أخي نحن لسنا قساوسة نستمع إلى أخطاء الناس الاعتراف. نحن نريد أن تستر نفسك كما سترك الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صادقا. ربنا بيحبك فأتى بك اليوم دون دعوة من أحد، هذه دعوة من الله لأن الله يحبك. سبحان الله. سبحان الله. وأرجو أن نكون أدلاء على الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا أرجو أن يكون من علامات حب الله لنا. فقلت له: لا تحكي شيء إطلاقا، الذي أريد فقط أن تتأكد منه أنت لا يرى قلبك وصدقك إلا الله، فإذا كنت صادقا في الأوبة والتوبة إلى الله فلنرفع أيدينا معا. أنا مذنب زيك، عندي ذنوب، نرفع أيدينا مع بعض ونتدفى ببعض في إطار العودة إلى الله والحب لله، ما شاء الله. وندعو الله سبحانه وتعالى. قول: يا أخي ورائي تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. الله. فهذا الشاب تاب ويعني سبقته دموعه وهو يقول هذه الكلمات، وشعرت بصدقه. سبحان الله. وبعدين سلمت عليه بحرارة واحتضنته، وما خدناش أكثر من 10 دقائق، بدل ما كان ربع ساعة 10 دقائق. انصرف هذا الشاب وذهبت إلى الدرس اللي كان عندي، وإذا بي أجد أستاذنا التليفون جاي متردد، أرد ما ردش، رفعت السماعة رديت، قالوا لي: الحق في حد في المستشفى وطلبك تكون موجود ضروري جدا. فذهبت فإذا بالآتي: خرج هذا الشاب لسنه 20 سنة تقريبا، خرج هذا الشاب كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الطريق بالسيارة، فخرجت عربية شاحنة من الطريق الآخر، لا إله إلا الله، ودهنت السيارة وركبت فوق الله السيارة. أكبر. الله أكبر. لدرجة ان هم أتوا ونشروا الله أكبر. الشاحنة حتى الله يصلوا إلى
الشخص اللي موجود تحت. الله أكبر. أخذوه وهو في الرمق الأخير إلى المستشفى. لا إله إلا الله. لما جات له إفاقة قال أنا عايز أتكلم مع الدكتور سبحان صلاح. الله سبحان الله. فورا جريت على المستشفى، ذهبت فإذا به يعني في النزغ الأخير قلت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أفضى إلى الله تبارك. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الأمر لا أنساه أبدا، وله دلالات. رقم واحد أن الله سبحانه وتعالى رغم أن عبده بعيد عنه وأتى إلى أمريكا ليفعل كل الموبقات، سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحان الله. وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم. يعني الله سبحانه وتعالى يا إخواني ويا أخواتي يحبنا حتى لو بعدنا عنه. يعني ولله المثل الأعلى مثل الأب. الأب لما ابنه مهما عصى ومهما يعني عق الوالدين يبقى نفسه يعني إن أبنائه يرجعوا إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني ناداه فأتى وحده إلى المسجد. لا إله. ثم ألهمني أن أدعو الله له، وألهمه أن يأتي ويلح. وبعدين يعني أنا شعرت أن هذه لمسة حب من الله لي، أن أكون يعني سبب أن أعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني الله سبحانه وتعالى يحب عبده لو كان بعيدا. أنا بقول لشبابنا وبناتنا وأخواتنا الله سبحانه وتعالى بيحبكم. يقول لك بس تعالى تب إلي عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله سبحانه وتعالى لا يبدأ فيه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى من الزيرو. يبدأ الله سبحانه وتعالى بقلب كل السيئات إلى حسنات. معك رصيد كبير جدا من الحسنات قدر السيئات التي نعم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلماذا نبتعد عن الملك الحنان المنان الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.